وهناك بيقابل الشيخ إمام الراجل الكفيف اللي كان بيطلعه معاه مدرج الكلية. والشيخ إمام يا صديقي كان بدأ حياته بقراءة القرآن الكريم وحلقات الذكر، كل ده يا صديقي ونجم بعيد عن السياسة خالص، لحد ما بتحصل هزيمة 67 يختفي نجم شوية ويطلع لنا قصيدة يلحنها الشيخ إمام تحبسهم هما الاتنين. قصيدة يا صديقي اللي كانت بتقول: الحمد لله خبطنا تحت بطاطنا، يا محلى رجعت ظبطنا من خط النار، يا أهل مصر المحمية بالحرمية، الفول كتير والطعمية والبر عمار والعيشة معدن، آخر أشياء مدام جنابه والحاشية بكروش وكتار الحمد لله. القصيدة دي يا صديقي كانت إدانة واضحة جدا لعبد الناصر وحكومته وقتها، وبعدها يعمل أكتر من قصيدة والناس تبدأ تعرفه وتروح له الحارة، فيلاقوا شاعر كحيان كده ومغني كفيف قاعدين، فما يصدقوش إن هما الاتنين دول اللي عاملين القلق ده كله.